تتوقعوني راح أسويها؟ مو عيب أسويها وإحنا بشهر العطش؟ مو عيب أسويها وأهل البيت كلهم ماتوا عطشانين؟ بهذا الوقت اللي يسوي بيه ترند وأغاني لا تذب مي على راسك، مثل هيش وقت كانت السيدة زينب عليه السلام ذب تراب على راسها لأن كل أخوتها ماتوا عطاشة. هسه أنا ما أقولك احرم نفسك من هيك شغلات تافهة، بس على الأقل احترم شهر محرم الحرام بعيدا عن محرم. بالتالي الإسراف في الماء هو مكروه ووصل حتى للحرام. في يوم من الأيام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شاف شخص يتوضأ فقال له لا تسرف، فقال له هذا الشخص أو في الماء إسراف؟ قال النبي نعم، وإن كنت على نهر جاري. لعد شلون لو النبي كان عايش ويشوفكم تلعبون بالماء مو تتوضون؟